طب ايه الحل بقى؟ يعني في اوقات الضغط ازاي الواحد يقدر يبني عادة جديدة او يسيب عادة قديمة؟ في شوية خطوات عملية هتساعدك جدا. اول حاجة قلل اختياراتك. التردد حتى في ابسط التفاصيل بيستنزف طاقتك، علشان كده لازم تقلل اختياراتك لأقل قدر ممكن. على سبيل المثال هتحدد لبسك للأسبوع كله وما تخرجش عنهم، لأن وقوفك كل يوم قدام الدولاب محتار بين القميص ده والبنطلون ده لوحده بيستهلك من طاقتك. وعلشان كده هتلاحظ إن في ناس مشهورة جدا بتظهر دايما بنفس التيشيرت أو نفس الستايل. نفس الفكرة في الأكل، يا إما تحدد فطارك وغداك يكونوا ثابتين يوميا، يا إما تخلي لكل يوم وجبة معينة. وكمان مهم جدا إنك تخصص يوم ثابت في الأسبوع للعطلة والراحة. اليوم ده بيعيد بناء طاقتك ويفيدك أكتر بكتير من إنك تفضل تشتغل على طول. تاني حاجة، ما تقاومش. زي ما شفنا في تجربة الفجل والكوكيز، المقاومة المستمرة بتستنزف إرادتك بسرعة. فبدل ما تضيع وقتك وطاقتك في محاولة المقاومة، خلي الموضوع أذكى. تخلص من المحفزات اللي ممكن تسهل عليك الرجوع لعاداتك القديمة. لو الحاجة مش موجودة قدامك هتوفر على نفسك مجهود كبير جدا. يعني ايه؟ يعني تحدد استجابتك من قبلها، تقول لنفسك لو حصل كده هعمل كده. على سبيل المثال قبل ما تقول انا هبطل تدخين، قول لو رحت السوبر ماركت وشفت سجاير هشتري مثلا لبان. لما تحدد اختياراتك بالشكل ده وتكون واضحة، عقلك هيبقى مستعد ومش هتدخل في دوامة التردد او المفاجأة.